يأتون من الظلام ويتربصون بضحاياهم ثم يقومون بجرائمهم، لكن الشرطة تتوعدهم. تأتي إلى مسرح الجريمة، تدرس أدق التفاصيل، تقتفي أثرهم، ثم تلاحقهم لتعثر عليهم وتقدمهم للعدالة لترحيلهم إلى غياهب السجون. بمدينة العرائش. هذا واحد السيد كيقولوا ليه الحاج يونس، مجوج بواحد السيدة، عنده وليداتو، عنده ولد في العمر ديالو تقريبا 21 سنة، هو الكبير، وعنده بنته في العمر ديالها تقريبا 16 سنة، عايشين بخير وعلى خير، ما خاصهم حتى شي خير. الحاج يونس واحد السيد اللي هو بحري، عنده بزاف ديال الفلوكات ومخدم معاه بزاف ديال الناس هما اللي كيخدموا في هاد الفلوكات هادو. بالاضافه عنده بزاف ديال الديور في عده احياء شعبيه. اش غادي يوقع في واحد النهار؟ هنا الحاج يونس غادي يقرر على انه باش غادي يسافر هو الزوجه ديالو لواحد المدينه اخرى خارج على المدينه هذه باش يشوفوا العائله ديالهم. يعني غادي يمشيو بالطوموبيله ديال الحاج شاد الطريق. هنا غادي يدير واحد الحادثه ديال السير خطيره وخطيره جدا، اللي غادي تسبب في الوفاه ديال الزوجه ديالو، بالاضافه على اللي هي خطيره، اللي غادي يتم النقل ديالو الى احدى المستشفيات، وبصعوبه تم انقاذ الحياه ديالو، في حين على ان الزوجه ديالو توفات الله يرحمها. هاد العائشه كيف ما في حين على ان الزوجه ديالو توفات الله يرحمها. هاد الحادثه اللي وقعات هاد العائله هذه غادي تغير المجرى ديال الحياه ديالها بشكل كامل، بشكل كامل. يعني من بعد ما توفات الزوجه، الحاج اللي في العمر ديالو تقريبا 64 سنه ولات الصحه ديالو غادو كتراجع يوما على يوم، يوما على يوم. بالاضافه على ان ولده ما غاديش يبغي يتبع المهنه ديال الاب ديالو، وهنا اختار على انه باش يكمل القرايه ديالو غادي يمشي لواحد المدينه اخرى، وغادي يدخل لواحد المعهد غادي يبدا كيقرا فيه، وغادي يسكن في هذه المدينه اللي هي خارج على هذه المدينه هذه ديال العرائش، وغادي يكري مع شي وحدين صحابو وغادي يستقر معاهم. غيولي مره كيجي عند الاب ديالو مره، يا اما في الويكاند ولا اما في بعض العطل. ياس اللي غادي يبقى كيعيش في الدار هو الاب اللي هو الحاج يونس، كذلك بنته اللي في العمر ديالها 16 سنه. البنت باقا مازال صغيره، ما قاداش على الاعمال ديال البيت، ما قاداش تقابل الاب ديالها اللي صحته يعني غادو كتراجع. هنا غادي يفكر الاب على انه غادي يتزوج، وباش يتزوج بقى كيقلب حتى غادي يتلاقى مع واحد السيده في العمر ديالها تقريبا 38 سنه، والحاج في العمر ديالو تقريبا 34 سنه. تلاقى هو وياها، هضروا تكلموا تفاهموا بعضياتهم. هاد السيده هذه كتقول الحاج يعني من بعد ما عرف على انها ارمله، توفى لها الزوج ديالها، والسيده قالت لي على انه انا ما كان ولد ما والو، ما عندي لا ولاد ما عندي حتى شي حاجه. وقالت الحاج انا باغا غير شي ولد الناس كيف ما كان نوعه، نصبر معاه ونقابله وندير ليه اي حاجه. انا باغي غير شي ولد الناس اللي يسترني ونسترو، ندير ليه اي حاجه. انا باغي غير شي ولد الناس اللي يسترني ونسترو. الحاج عجباتو هاد السيده، ولقى فيها نفس المواصفات اللي كيقلب على شي بنت، لقى فيها نفس المواصفات اللي كيقلب عليها. قال الله الحمد لله جاب لي الله هاد بنت الناس هادي، تزوج بها جابها للدار. بعد ذلك او قبل من هادشي هذا يعني حتى الحاج على انه 16 مع الابن ديالو 16 مع بنته، واخا عندها 16 سنه، ولادو قبلوا على انه باش يتزوج مره اخرى، خصوصا على انه كبر في العمر ديالو وما كاينش اللي غادي يقابلو. ولدو كيقرا في المدينه، والبنت ديالو مازال باقا صغيره يلاه عندها 16 عام. جابت السيده. البدايه ديال الحياه ديالهم كانت بخير وعلى خير، ما كانت لا مشاكل، ما كانت حتى شي حاجه. كانت البدايه ديال الزواج ما بين الحاج يونس وهاد السيده هذه، ما كانوا لا مشاكل، ما كانوا حتى شي حاجه. اش غادي يوقع من بعد؟ هنا هاد السيده هذه غادي تولي كتدخل في الشؤون ديال الحاج، غادي تولي غادي تولي كتحاسب مع الحاج في الشاده والفاده، في الصغيره وفي الكبيره. الحاج ما غاديش يبقى كيمشي باش البحر باش يشوف الفلوكات ديالو او يشوف الخدامه ديالو. هاد السيده هذه هي اللي غتولي كتمشي عند الخدامه وغادا تولي كتحاسب معاهم. هذه العاده ديال السيده هذه. دازت هنايا ايام، دازت ايام والسيده صافي ولات مسيطره على كل شيء كيدوز على يديها، الشوار لا شوارها واي حاجه
يعني ما كاينش شي حاجه غدوز الا ما كان الشوار ديالها والا ما كان الاذن ديالها. والحاج دائما كيقول لها صافي غير سيري، اش بان لك الحاج، داكشي اللي شتي نتيايا هو اللي غادي يكون، اش بان لك في هذه القضيه هذه، داكشي اللي بان لك ديريه. يعني السيده ولات الكل في الكل. هذا الشيء هذا ما غاديش يعجب الابن ديالو الياس. جا واحد الويكاند موافق على انه كيجي للدار ديالهم كيدوز الويكاند معاهم. جا واحد الويكاند هنا هو يدور في الاب ديالو، قال له الوالد اش هاد الحاله وصلتي ليها؟ قال لي عرفتي اش واقع في الدرب؟ راه كلشي كيهضر عليك، كلشي كيقول بان هاد المراه هذه اللي جابها ما يعني ولات مسيطره عليك، ولا كلشي بايديها هي ولات كتمشي كتحاسب على الخدامه، ولا كلشي داخل عليها والخارج عليها، وانت لا تحرك ساكنا، انت غير في الدار. ولينا ضحكك قدام الناس وكلشي ولا كيهضر علينا. ولات السيده كتدخلك في الشؤون ديالك، كتدخلك في الخدمه ديالك، كتدخلك في راسك. وهذا الشيء هذا ما كانش نهائيا عند الوالده. الوالده الله يرحمها عمرها ما دخلت فيك ولا سولاتك ولا ردات عليك الهضره وسمعت على انها كترد عليك الهضره. الحاج هنا هو يدور في الاذن ديالو، قال لي شوف اولدي، هاد بنت الناس هادي ما لقيت منها غير الخير. واحد السيده الله يعمرها دار، واحد السيده كون ما كانت هي كيف غنكون ما عرفتش كيفاش غنكونوا حنايا. وراه هاد الخدامه كون كلاونا كاملين. هاد السيده وقفات معنا ومقابله لي الشغل ديالي، عمري ما غنسى خيرها. وزيدون انت ماشي شغلك في هاد الشيء هذا، ما حدي انا حي، انت ماشي سوقك. زيدون انت ماشي شغلك في هاد الشيء هذا، ما حدي انا حي، انت ماشي سوقك. الابن ديالو التزم الصمت، سكت، ما بقاش عاود معاه الهضره. داز ايام وبقات هاد السيده هذه هي اللي كتصرف في كل شيء. والاكثر من ذلك على ان البنت ديال الحاج اللي في العمر ديال 16 سنه غتخليها على انها هي اللي غتولي كتقوم بالاشغال ديال الدار، الجفاف، السياق، الطياب، التخمال ديال الدار من الفوق حتى لتحت. يعني ولات البنت كتعيش بحال واحد الخدامه، كدور فيها كتنهض فيها، والحاج كلشي كيشوفو بعينيه، ما كيقدرش يهضر وما كيقدرش يتكلم. البنت كتبرى من الاب ديالها، كتقول ليه شوف مراتك اش كدير ليا؟ كيقول لها هذيك راه بغات لك غير المصلحه ديالك، هذيك راه في المقام الام ديالك، ما تجاوبيها ما تكلمي معاها، اللي قالتها لك ديريها، انت ماشي شغلك، هذيك راه بغات لك غير المصلحه ديالك، هذيك السيده راه عمرها دار. البنت ما كتسمع بحال هكا كتسكت. دازت ايام. هنا واحد النهار غتجي مراتو وغتقول ليه وكياكلهم التراب، علاش ما نبيعوهمش؟ علاش ما تبيعهمش وتستافد من الفلوس ديالهم وهما غير مسدودين؟ بقات مع الزوجه ديالو حتى غادا تقنعوا على انه باش غادي يبيع كاع المملكات ديالو، كاع الديور اللي كانوا عنده كلهم غادي يبيعوا، قله غير دار وحده، الدار اللي ساكن فيها واحد الدار اخرى ما بعيداش على الحي ديالهم، هي اللي خلى. ملي باعت هاد المملكات كاملين اش دارت؟ شدات هاد الفلوس هادو دخلاتهم البيت ديال النعاس ديالها وسدات على الفلوس بالساروت. جا الابن هضر على هذا المشكل هذا، قال لي الوالد اش كدير؟ كيفاش انت بعتي هادشي كامل بلا ما تعيط ليا بلا ما تشاور معايا بلا والو؟ واخا الولد على انه عنده في العمر ديالو 21 سنه، ولكن في العقل ديالو كبير، واحد الولد اللي هو كيف ما كنقولوا يعني كيفكر وعارف اش كيدير. قال لي الوالد هادشي اللي كدير فيه راه ماشي معقول، انت كنتي الكل في الكل، وجات هاد السيده هذه ما عرفتش كيفاش سيطرت عليك. فينا هما الفلوس دابا؟ فينا هما الفلوس دابا؟ قال لي شوف اولدي، ماشي شغلك ماشي سوقك، وهذيك عارفه المصلحه حتى فين كاينه. هذوك الديور اش غندير بهم انا اصلا؟ اش غادي ندير بهم؟ الولد هنايا التزم الصمت، ما قدرش يبقى في المواجهه مع الاب ديالو. السيد ورجع في واحد الحاله يعني يورث لها. داز هنايا واحد الايام اخرى. هنا واحد النهار غادي تجي الزوجه ديال الحاج يونس وغادي تفاتحوا في واحد الموضوع. شنو هذا الموضوع هذا؟ قالت لي الحاج الله يرحم لك الوالدين غدير واحد الحسنه، هاد الحسنه اللي غديرها راه بحال غتشري الجنه ديالك. قال لها هضري غير هضري، اش كاين اش واقع؟ قالت لي واحد السيد، واحد الولد راه في العمر ديالو 25 سنه، مسكين جا من واحد المدينه اخرى وجا يقلب على الكرا، وشي ناس جابوه ليا على اساس باش نكري ليه هذيك الدويره الاخرى اللي بقات عندنا، ومنها تنفعوا من هذه الكرا، بقى مسدوده اللهم تنفعوا من الكرا ديالها. الحاج جاوبها بجواب واحد. شنو هو الجواب؟ قال لها اللي ما كاين حتى شي مشكله، مادام هذا السيد هذا هي قالت لي على انه مازال غير كيقرا، مازال غير طالب، جا من مدينه اخرى في العمر ديالو 25 سنه وكيقلب مسكين على راسو. الحاج قال لها اللي بان لك ديري، ما كاين حتى شي مشكله. خدات السوارت ديال هاد الدار هذه عند الحاج، وهنا غادي تكري هذا المحل هذا، كراتو لهذا الشاب هذا اللي في العمر ديالو 25 سنه، اللي كتقول على انه مجرد طالب مازال كيتبع الدراسه ديالو. بقات السيده كتاخذ الكرا ديال هاد الدار هذه،
ارنا في واحد الويكاند جا الابن ديالو الياس، جا كيف العاده ديالو على انه كيدوز معاهم السبت والحد. ملي جا ريح هو الاب ديالو، وعاود الياس فتح هذا الموضوع ديال مرات بواه على انها ولات مصرفه في كل شيء. والخوف ديال الياس على انه اللي خايف منه هو على انه يشد المملكات ديالو، يعني هاد السيده اللي تلعب ليه بعقله ويزق كاتب ليها كل شيء في سميتها، وولادو يشدوا ملوحهم من الخلا. هاد السيده اللي تلعب ليه بعقله ويزق كاتب ليها كل شيء في سميتها، وولادو يشدوا ملوحهم من الخلا. ما بقاش طايق، بدا كيهضر مع الاب ديالو في هذا الموضوع هذا مرات بواه. الاب ديالو دار في الابن ديالو. هنا الابن ما كيقدرش يجاوب الاب ديالو، سكت، عاود التزم الصمت. جا يوم الاحد، دا السبت، جا الحد وصلات الوقيته ديال 4 ديال العشيه. هنايا الياس غادي يخرج من الدار، غادي يبغي يخرج من الدار. هضر مع الاب ديالو، قال له ولدي فين غادي؟ قال لي راه غادي غير نريح في القهوه مع شي وحدين صحابي ومن بعد غادي نرجع. قال ليه الاب قال لولدو الياس ياك اليوم راك بيت عندنا ان شاء الله تعالى. قال لي بطبيعه الحال اليوم راه بيت معكم حتى غدا ان شاء الله كيف العاده، راه غادي نشد الطريق ديالي. الولد خرج مشى. هنا غدور بالعشرة ديال الليل، الياس ما رجعش للدار ديالهم، ما رجعش. عاود ضربت 11 ديال الليل، الياس ما بانش. هادشي اللي غادي يخلي الاب على انه يعني غيشوف الابن ديالو ماشي على غير العاده ديالو، على انه عمره ما تعطل على الدار ديالهم، واخا كيخرج واخا كيريح في القهوه مع صحابه، الا تعطل 8 ديال الليل كيكون في دارهم. 8 ديال الليل جي هذا الامر غريب. ولدي فين مشى؟ 11 ديال الليل وباقي ما بانش. مشى خرج او بحال حس بشي حاجه، خاطرو ما هناتش. الحاج خرج كيقلب على ولده، كيقلب كيبحث عليه كيسول عليه. مشى للقهوه، لقى القهوه مسدوده. مشى عند شي وحدين صحابو موالف كيجمع معاهم، سول عليه. قالوا ليه راه الياس راه كان معنا وريح معنا في القهوه، ومن بعدها مشى. سولوا من الحاج فين مشى، قالوا ليه الله اعلم، كان مريح معنا واحد اللحظه شويه، ناض من الطبله ومشى، ما عرفناش فين مشى. بقى كيقلب عليه مسكين فاتك الليل، كيقلب هنا ولدو ما بانش. عاود رجع للدار، سول اختو خديجه، قال لها واش الياس رجع؟ قالت لي بابا الياس مازال باقي ما رجعش. سول الزوجه ديالو، قال لي حتى شي حاجه على الياس فين هو؟ قال لها راه ما بانش، ما عرفتش اش وقع ليه. خرجت على برا كنقلب عليه، سولت صحابو، سولت انا اللي كنسولو كيقول لي راه ما شافوش. شي وحدين صحابو سولتهم قالوا لي راه كان معنا وخرج من القهوه. هنايا هي تنوض الزوجه ديال الاب ديالو، قالت لي شوف بلا ما تشوش عليه، بلا ما تخلع عليه، راه تبارك الله راه راجل في العمر ديالو 21 عام، ياك ما غادي يكون مشى سافر للمدينه اللي كيقرا فيها، ربما مشى سافر. هنا الاب يتفكر على انه كان بينه وبين واحد النقاش. قال ربما النقاش اللي وقع بيني وبين ولدي غيكون السبب على انه غضب وهز راسو ومشى، ما دار في راسو والو. ولكن واخا مع ذلك بقى فيه الحال، كيفاش ولدو مشى وما تشاور معاه، ما هضر معاه، ما تكلم معاه، ما والو. الغد ليه الابن كذلك ما بانش، وفراس الاب اللي هو الحاج يونس على ان ولده مدة ديال 4 ايام او 5 ايام، والابن لا خبر عليه. اش غادي يوقع؟ الاب بقى مشوش على ولده، خاطرو سبحان الله العظيم بحال تحرك، ما هانيش في خاطرو. قال اش غندير؟ غادي نهود المدينه اللي كيقرا فيها. مشى هود المدينه اللي كيقرا فيها، يعني عنده العنوان فين ساكن. مشى عند صحابو سول عليه، قالوا لي صحابو راه هذه مده ما بقاش ولدك جا، ما عرفنا اش وقع ليه، وحنا كنا كنظنوا على انه مازال عندك في الدار في العريش. هنا الاب هو يدوخ كيف ما كنقولوا، ما عرف اش غيدير، ما عرف اش غادي يقدم، ما عرف اش غادي ياخر. غادي يلقى على ان الابن ديالو اختفى. اش وقع ليه؟ فين مشى؟ السيد كيف ما كنقولوا تشوش دماغه. مشى للمعهد فين كيقرا، سول عليه كذلك الاداره ديال المعهد كتقول على ان ولدك راه هذه مده ما بقاش جا. رجع للمدينه ديال العرائش، بقى كيقلب على الابن ديالو، كيقلب كيبحث والو، ولدو ما لقاش نهائيا. بقى كيقلب على الابن ديالو، كيقلب كيبحث والو، ولدو ما لقاش نهائيا، ما عرفوا فين مشى. هنا اش غيدير؟ غادي يتجه لعند الشرطه القضائيه، وغادي يحط واحد ديكلاراسيون ديال الاختفاء ديال الابن ديالو الياس. دخل الكوميساريه، عطاهم التصويره ديالو، استمعوا ليه في محاضر، قال لهم على ان ولدي نهار الحد مع الوقيته الفلانيه مع جويه 4 ديال العشيه، قال لي غادي نخرج على اساس باش غادي نريح في القهوه مع صحابي.
ومن تما سيدي ما بقاش جا، وانا ولدي كنعرفو مزيان. الا تعطل 8 الليل كيدخل للدار وكيسحب لي على انه هذيك الليله راه مشى رجع للمدينه اللي كيقرا فيها. كان وقع بينه وبين واحد الخصام، وقع بينه وبين واحد واحد الكلام بينه وبينه، وقلت ربما على انه غضب ومشى للمدينه اللي كيقرا فيها. ولكن داز واحد 4 ايام، هوت للمدينه، سولت صحابو اللي ساكن معاهم، سولت هنايا، سولت الاداره كذلك اللي كيقرا فيها. رجعت العرايش والو اللي كنسولو على ولي كيقول لي ما شفتوش، ما عندنا عليه حتى شي خبار. وانا ولدي سيدي الله يرحم لكم الوالدين راه خايف تكون واقعه لي شي حاجه. استمعت ليه الضابطه القضائيه، خداو الاقوال ديالو، داروا المحضر ديالهم، حنا غادي يبدا البحث. مورا الديكلاراسيون ديال الحاج دازت واحد اليومين، هنا ولينا في سيمانه على الاختفاء ديال الياس. اش وقع ليه، فين مشى، العلم لله. داز يومين، هنا بداو كيبحثوا البوليس، عاودوا كيستمعوا الاب ديالو كيعاود لهم نفس هذاك السيناريو. استمعوا كذلك الزوجه ديالو، الزوجه ديال الاب حتى هي ما عندها حتى شي معلومات، ما عرفت حتى شي حاجه على الياس. كتقول لهم على انه نهار الحجه تغدى معنا، ريح معنا. واحد الوقيته يعني انا كنت خارجه كنقضي شي اغراض، جيت من الاغراض ديالي، دخلت لقيت الحاج كيسول على ولده. سولني قلت لي راه ما شفتوش، وكنا كنظنوا على انه ربما غادي يكون مشى للمدينه اللي كيقرا فيها. هادشي اللي كنا كنظنوا. كيبحثوا مع صحابو، جاو البوليس بداو كيبحثوا مع شي وحدين صحابو، بحثوا مع صحابو كاملين، حتى شي واحد ما عطى شي حاجه، باعتبار من هذوك الصحاب هذوك اللي كانوا مريحين مع الياس في القهوه، حتى غادي يوصلوا لواحد الصديق ديالو. البحث ديال البوليس يعني في اطار البحث غادي نوصلوا لواحد الصديق ديالو اللي موالف كيتعاود هو وياه. يعني هذا الولد كان مريح مع صحابو في الطبله في القهوه، كان مريح معاهم، يجمع معاهم. واحد اللحظه غادي ينوض على اساس باش يمشي لدارهم. في الطريق ديالو تلاقى مع واحد صاحبو هذا. اش كيقول البوليس كنا واقفين كنهضروا بعضياتنا حتى غيجيو شي دراري ولاد حومتنا. هاد الدراري هادو بداو كيقولوا شي هضره ما عجباتش الياس نهائيا، ضراته في خاطرو. البوليس هنايا هما يسولوا هاد السيد، هاد الشخص هذا، قالوا لي شنو هي الهضره هادي اللي ضرات الياس واللي ما عجباتوش. قال لهم سمعت شي دراري كيقولوا ليه هادشي بزاف وحنا عيينا ما نصبروا، هذيك مرات باك راه كتمشي لواحد الدار ديالكم في واحد الحومه اخرى وكتضل عند واحد خينا ساكن فيها، كتضل عنده نهار كامل وهي كتضل معاه، وراه شوهات بينا والهضره ضيره في الدرب كله. وما قدروش الناس يقولوها الاب ديالك. علاش؟ لان الاب ديالك ما غاديش يتصنت ليهم وما غاديش يتيقهم. علاش؟ لانهم عارفين على ان هذيك السيده مسيطره على الاب ديالك. وحنا جينا عندك وتكلمنا معاك وهضرنا معاك، راه هذيك السيده اللي مجوج بها الاب ديالك راه كتمشي كتفسد مع واحد الشخص في واحد الدار ما بعيداش على الحومه ديالكم. وشكون هي الدار هذه؟ الدار هذه هي الدار ديالهم هما، اللي كارينها لواحد السيد او اللي كاريها زوجة الاب لواحد الشخص اللي قلنا على انه في العمر ديالو تقريبا 25 سنه. شوف واش غادي يوقع. مشاو البوليس لهاد الدار هذه اللي هي الدار ديال الاب ديالو، بداو كيدقوا البوليس لهاد الدار هذه اللي هي الدار ديال الاب ديالو، بداو كيدقوا حتى شي واحد ما كيجاوبهم. يوم يدقوا حتى شي واحد ما كيجاوبهم. رجعوا عند الاب قالوا ليه واش عندك الساروت ديال الدار ديالك اللي كاريها لشي واحد؟ قال لهم اياه انا عارف على ان الزوجه ديالي كاريه شي واحد لهالدار هذه، ولكن ما عنديش الساروت ديالها. الساروت ديالها عند من؟ قال لهم الساروت ديالها عند الزوجه ديالي. شوفوا مع الزوجه ديالي، هو كان كلشي مكلف به الزوجه ديالو، اي حاجه كيقول لهم سيروا عند الزوجه ديالي. البوليس جابوا الزوجه قالوا لها الساروت ديال الدار فينا هو. السيده هنايا بدات كتدخل في الهضره، لا حق انا عندي، لا بلاتي وضرتو، لا بلاتي نقلب. عصروا معها البوليس، زيروها، هي جبت الساروت داتهم للدار. مشى معاهم كذلك الحاج يونس حتى هو مشى معاهم، حلوا الدار بالساروت. دخلوا بان لهم على ان الدار نقيه كتشعل. هنا الاب واحد الامر اللي هو مختلف في الدار. لاحظ واحد القضيه او واحد الامر مختلف في الدار. اش غيلاحظ على ان تحت الدروج جليج ما كيشبه جليج. هو عارف الدار ديالو، هو اللي باني الدار ديالو، عارف عليها كلشي. بان لي على ان واحد الجليج او واحد البوق، واحد الطرف ديال الجليج مغير، طرف كبير ديال الجليج مغير. الجليج ما كيبان بحال الجليج. هو عمرو دار اصلاحات، هو عمرو ما دار شي حاجه يعني عمرو ما دخل شي خدام عنده في الدار. جاء هذا الامر غريب.
قال لي شنو هذا الشيء هذا، والتراب باقي جديد وجليش كيبان على انه يلاه راكب. هنا شكوا البوليس، شكوا، قالوا ربما على ان الياس مقتول ومدفون في البلاصه هذه. هنا غادي يبداو كيحفروا وهما يجبدوا الجثه ديال ولدو الياس مكلكمه في واحد كيس بلاستيكي. السيد ميت وفي حاله والجثه ديالو متحلله، يعني السيد مقتول. هنا الاب ملي شاف ولدو الياس بهذه الحاله هذه ومقتول ومدفون في الدار ديالو بدا كيغوت، نهار وطاح، يعني مسكين طاح، ما صبرش على ولدو، يعني في واحد الحاله ما كتوصفش نهائيا. جبدوا الجثه ديال الياس، وهنا غتبدا الشكوك تحوم حول زوجة الاب، خصوصا وعلى ان الشهود كيقولوا على ان هذه السيده هذه كانت كتجي لها الدار هذه ماشي مره ولا ماشي جوج ولا ماشي 3 خطرات، كانت يوميا كتجي عند واحد الشخص اللي كان كاري عندها، وكتضل معها تقريبا ساعات طوال، عاد من بعد كتخرج. والشخص الاخر اللي كاري ليه هذه السيده هذه او اللي كان كاري ليه الحاج يونس ما كاينش. تم اعتقال الزوجه، الجثه ديال الابن اللي هو الياس داوها للمستودع ديال الاموات. هنا غادي يتم اعتقال الزوجه، داو الزوجه ديالو بداو كيبحثوا معها، عمقوا معها البحث ولقاو حتى الاداه ديال الجريمه باش كان مقتول بها الياس، حتى هي لقاوها مدفونه معاه، جنويه، لقاوها حتى هي مدفونه معاه. عمقوا البحث مع الزوجه. هنا السيده مباشره اعترفت لهم، قالت لهم سيدي انا اللي قتلت الياس، وانا اللي شديت الجثه ديالو، وانا اللي دفنته، انا درت كل شيء. ايوا الشخص الاخر اللي كان معك فينا هو؟ قالت لهم والله اعلم، انا ما كنعرف حتى شي واحد، المهم هذا انا اللي قتلته، انا اللي درت هذه الحاله كامله، انا اللي دفنته. بقات متشبثه بالاقوال ديالها، في حين على انها كتحاول تبعد الجريمه على الشخص الاخر اللي كان كاري عندها، اللي في العمر ديالو تقريبا 25 سنه. التشريح الطبي اللي دار على الجثه او المعاينه ديال الطبيب الشرعي اللي عاين على الجثه كيلقى على ان الياس فيه تقريبا 4 ديال الطعنات في الظهر ديالو، ولقى كذلك 2 طعنات في البطن ديالو، 2 طعنات في البطن ديالو والطعنات اللي في البطن كانت هي القاتله. المهم بقاو كيبحثوا مع هاد السيده هذه. هنا في الاخير غادي تعترف لهم، وقبل ما تعترف لهم بدات كتبكي. والغريب في الامر على انه يعني البوليس كيسولوا هاد السيده هذه، كيقول لها علاش انت كتدافعي على الشخص الاخر اللي كان معاك، علاش كتبعد عليه الجريمه، شنو هو السبب اللي كيخليك على انك تبعد عليه الجريمه؟ قالت لهم هذاك الشخص الاخر اللي كان ساكن في الدار واللي كنت دايره على انه كاريه ليه، هذاك راه ولدي، هذاك ولدي. هذه غريبه، كيفاش هذا ولدك؟ قالت لهم سيدي انا في الاول كذبت على الحاج وقلت لي انا ارمله، ما عندي لا اولاد، ما عندي حتى شي حاجه، وكانت هذه هي الفرصه الوحيده على انه باش نتزوج به، ونعرف على انه عندي ولد، ما كانش غيتزوج بيا نهائيا، ما كانش غيتزوج بيا. وكذبت عليه وبقيت خافي هذا السر، وهذا اللي جبتو سكنته. كذبت على الحاج، قلت لي على انه هذا راه واحد السيد وباغي يقرا ويكمل قرايته ونتعاونوا معاه ونكريو ليه، هذاك غير ولدي، قربته حدايا باش نبقى دائما قريبه ليه، وما كنت كاري ليه ما والو، كان ساكن فابور وانا كنت كنجيب ليه الماكله، كنت كنجيب ليه كلشي. كيفاش وقعت الجريمه؟ كيفاش قتلوه الياس؟ هذاك النهار ملي تلاقى الياس مع هذا الشخص هذا، جاو عنده شي اشخاص وكتبراو منه، كيقولوا على انه فضيحتكم ولات كبيره في الداد، وكلشي ولا كيهضر عليكم، ومرات باك كتمشي عند شي واحد كتمشي كتفسد معاه. السيد ما تقبلش هذا الامر هذا، ما رضاش، خصوصا على انه عيا ما يهضر مع الاب ديالو، وعيا على انه كينبه الاب ديالو، والاب ديالو ما سمعش ليه نهائيا. مشى كيجري مباشره حتى كيشوف مرات باه بالفعل داخله لهاد الدار هذه. مرات باه يلا دخلات، هو يتبعها من اللور، تبعها دخل ويلقى هاد الشاب هذا شاد هو وياه، بداو مضاربين بعضياتهم. هنا لقاتها زوجة الاب فرصه على انهم باش يقتلوا الياس، ويتخلصوا منه، لانه كان هو العقبه الكبيره امامها. اش دارت؟ دخلات هزات واحد الجنويه هي تطعن الياس ديالو حتى طاح مسكين، طاح ولكن بقى يهز ضربه. الاخر اللي هو ولدها عاود هز الجنويه ووجه ليه طعنات اخرى على المستوى ديال البطن ديالو، كانت كفيله بالمقتل ديالو، قتلو. اش دارت هي؟ تفاهمات مع الابن ديالها، قالت لي ها انت شوف،
تصرف انت، تصرف دفن الجثه، وانا غادي نرجع باش ما نبينوش الجريمه، غادي نرجع عند الحاج للدار بحال غنديرو ما كاين حتى شي حاجه، بحال حتى شي واحد ما غادي يشك، باش حتى شي واحد ما غيشك. رجعت للدار وخلات الابن ديالها هو اللي غيتكلف باش غادي يحفر على الجثه. بعد ذلك خرج، جاب جليج، جاب السيما، بنى على الابن، بنى على الولد، دار عليه السيما، دار عليه الجليج، بحال حتى شي حاجه ما كاينه. ولكن بحال ما كاين والو، اش دارت من بعد؟ زات واحد الطرف ديال الفلوس اللي هو كبير. مع الصباح دات راسها على ان حتى هي كتقلب على الياس اللي هو ربيبها، مشات مباشره لعند ولدها، عطاته واحد الطرف ديال الفلوس كبير، وشافت على انه صافي تخلص من الجثه وصافي بنى على الجثه. قالت لي شوف، غبر، ما تبقاش تبان، غبر حتى تبرد القضيه، غبر السيد هنايا، غبر. فين مشى ولدك؟ قالت لهم الله اعلم. ولدي نهار عطيته الفلوس ونهار باش دفنا الجثه صافي ما بقيتش عرفت الخبر ديالو فين كاين هو. هنا صدرت في حقه مذكره بحث على الصعيد الوطني. بقاو كيقلبوا عليه البوليس، ما لقاوش نهائيا، حتى غدوز تقريبا واحد المده ديال عام ونص دازت. في واحد النهار بمدينه مراكش، واحد 3 ديال الاشخاص ضاربين بالليل، ضربني نضربك. واحد الشخص اللي هو التالي كان في نزاع مع 2 ديال الاشخاص، كانت دايزه واحد الدوريه ديال الامن، اعتقلوا هاد 3 ديال الاشخاص، طلعوهم السياره ديال الامن، بداوهم كيبحثوا معاهم. الشخص اللي مضروب واللي كيبان على انه معنف كيقول لهم هاد الجوج هادو رسقوا لي رزقي، شحال ديال الفلوس داو لك؟ قال لهم اسيدي راه داو لي بزاف ديال الفلوس، راه شدوني تكرفسوا عليا ومخلوا ما داروا فيا وداو لي رزقي. المهم هنايا البوليس عمروا لهم واحد المحضر، يعني بغاو يعمروا لهم واحد المحضر على اساس باش يدفعوهم النيابه العامه. هاد الجوج هادو خداو معهم لي كارت ناسيونال. الشخص الثالث قالوا لي البوليس عطينا لا كارت ناسيونال، قال لهم اسيدي ما عنديش لا كارت. او انت كيفاش ما عندكش لا كارت؟ انت في مراكش وما عندكش لا كارت كيفاش؟ وكيبان من خلال اللهجه ديال هاد الشخص هذا على انه ماشي مراكشي. شكوا في البوليس، قالوا ياك ما تخينا هذا داير شي زبله ويعني جلد المدينه هذه وما هز معنا لا كارت، ما هز معنا وثيقه تثبت الهويه ديالو، خصوصا على انهم يسولوا قالوا واش عندك لا كارت؟ قال لهم حق انا ما مصوب لا كارت لا والو، لا كارت ما مصوباش نهائيا، والسيد في العمر ديالو 26 سنه، ما يمكنش. هزوا لي البصمات، لقاو على ان هذا الشخص هذا هو شيرشي، مبحوث عنه في جريمه قتل ارتكبها بمدينه العرائش. هنا غيشدوا هذا الشخص هذا، او الضابطه القضائيه ديال مراكش سلماته المدينه ديال العرائش بناء على هذه الجريمه اللي ارتكبها. جابوا ولدها يتبين في الاخير على انه هو هذا الولد هذا اللي كيبحثوا عليه، ولد تخيتي هذه اللي هي الزوجه ديال الاب. بحثوا معاه، اعترف حتى هو بالجريمه باكملها كيف ما سرداتها الام ديالو، وقال لهم حنا كنا ناويين من بعد ما نتخلصوا من الياس ودوز بحال ما قال القضيه وتباد القضيه، كنا غادي نتخلصوا حتى من الحاج حتى هو كان غادي يقتلوه، كان غادي يديروا شي سم او غيديروا لي شي حاجه من هذا القبيل هذا. وغتبقى البنت تشوف الخطه ديالو، وغادا تبقى البنت بوحدها، وكنت انايا غادي نتزوج بها باش ما نبينوش الجريمه، وكنت انا غادي نتزوج بها حتى غدوز واحد المده وغنطلقها، وغادي نستحوذوا على الاملاك ديال الحاج باكملها. دوز واحد المده وغنطلقها وغادي نستحوذوا على الاملاك ديال الحاج باكملها. هذه الاعترافات ديال الابن. وتم الحكم على الام بالمؤبد، وحكموا على ولدها حتى هويا بالمؤبد، جوجهم حكموا عليهم بالمؤبد. الام دوزات 2 في السجن، صابت بعده امراض خطيره، امراض اللي يعني الله يسر، نسال الله العفو والعافيه، حتى ماتت داخل السجن، حتى توفات داخل الحبس. اما الابن فكيقولوا على انه اصيب باضطرابات نفسيه ولا بجنون، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذه هي النهايه ديال القصه ديالنا ديال هذه الحلقه، وكنتمنى من المتابعين ديالنا تعطونا الاراء ديالكم، تعطونا التعليقات ديالكم، وشكرا.